فيديو النهارده بيتكلم عن الكراسي، والنهارده انا جايب لك كرسي مختلف عن الكرسي السابق. الكرسي السابق كان براند بونتريجر، وارجع شوف الفيديوهات السابقه هتلاقي حاجات كتير مميزه بنتكلموا عنها. ويلا بينا نشوف الكرسي بتاع النهارده بيقول ايه. الكرسي بتاع النهارده هو براند جاينت. الكرسي اللي هتشوفه ده هو كرسي مميز كذا نقطه بالظبط. اول حاجه لونه مميز، تاني حاجه ان انت اصلا مش هتلاقي منه جديد، مش موجود اصلا في التوكيل. الكرسي ده استعمال خارج. وتعالى كده نبص، محفور عليه هنا كلمه جاينت اهو زي ما احنا شايفين. ده كده شكل الكرسي معانا. الكرسي حرفيا ما فيهوش قطعه واحده حتى. كرسي يعتبر يعني كرسي زيرو، على الرغم ان هو استعمال خارج. كرسي يعتبر زيرو اهو. انا بوفر لك حالات مختلفه. ده كده منظر الكرسي معانا. ده الكرسي من تحت. بص ركز معايا كده في المسامير دي. بص هنا بيتقفل بمسامير، بيتقفل بمسامير، بيتقفل مسامير، بيتقفل هنا بمسامير. بص هنا برضو بيتقفل بمسامير. وطبعا جرت العاده ان بيحصل تعاون ما بين الشركتين. هنا مكتوب عندك فيلو، وهنا طبعا عندك جاينت. فجرى العاده ان بيحصل تعاون ما بين شركه جاينت وشركه فيلو. شركه فيلو هي اصلا تخصص في الاصل كراسي، يعني انت هتلاقي في كراسي فيلو كده بشكل مستقل، هتلاقي في كراسي بتتباع فيلو. طبعا بقى يعني ركز سواء كانت مضروبه او ايا كان، ده مش موضوعنا. المهم ان بيحصل تعاون بشكل يعني كان مستمر ما بين شركه جاينت وبين شركه فيلو، فبيصنعوا الكراسي بتاعتهم. يعني جاينت تتعاون مع فيلو في تصنيع الكراسي بمعنى اصح. فعشان كده هتلاقي هنا عندك في ختم فيلو. تمام، ركز كده معايا اهو. وفي طبعا اهو، ركز كده ادي ده كده الختم بتاعنا فيلو. تمام، هنا قماشة الكرسي من تحت. بص كده هنا كرسي طري جدا، يعني بص كرسي طري جدا. بس ده كده الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.